صباح السعادة، وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة من اللي فات. اعملوا شير ولايك للسعادة، بس انشروا السعادة في الأيام دي. الفيديو ده مش هيحس بيه غير كل واحد ربنا أكرمه وخلف بنات. مش هيحس بيه غير كل واحد ربنا أنعم عليه بنعمة خلفة البنات. والله زي ما نانسي عجرم قالت، اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنية وما دقش الحلويات، وعن خبرة يعني. بس اهم حاجة ان اللي خلف بنات ليه طبيعة خاصة. اما بتبقى ابو البنات غير مراتك طبعا، العيشة ليها طبيعة خاصة، وهوصفها لكم والخصها لكم في شوية نقط دلوقتي. بس ده ما ينفيش ان البنات احلى حاجة في الدنيا. ابو البنات بيتحول انه بقى سعاد حسني في فيلم اميرة حبي انا. الحياة بقى لونها بامبي، انسى الالوان الرجالي والالوان الغوامق والازرقات الحياة بقت بينك وبيربل ومش عارف ايه. فعود حياتك ان الاطباق والشواك والمعالق والشامبوهات والحمامات والليفة والصابونة والهدوم وكل حاجة والفوطة بقى لونها بامبي وبيربل. فالحياة يا ابو البنات لازم هيبقى لونها بامبي وبيربل. اللي يخلف بنات لازم يبقى عنده قوة ملاحظة الصقر. لازم تاخد الصفة دي من الستات. الستات بتشوف حاجات لا ترى بالعين المجردة وترى بالميكروسكوب الإلكتروني. يعني تاخد بالك لما بنتك تيجي تقولك مش واخد بالك من حاجة مختلفة، قصرت شعرها نص سنتي، بدل ما كانت بتسرحه كده جابته كده، غيرت لفة الطرحة. يعني اللي بيتطبق مع مراتك هيتطبق مع بناتك. فبدل ما كانت قوة ملاحظتك مع مراتك بس، هتبقى مع مراتك وبناتك. فلازم يبقى عندك عين الصقر يا معلم. وتبتدي تعود نفسك طبعا على مصطلحات جديدة ما كانتش عند الرجالة، ان في اختلاف. يعني لما يجي حد من بناتك او مراتك ياخد رأيك في لون مونوكير ولا لون هدوم ولا لون اي حاجة، ما يبقاش كله بالنسبة لك احمر او كله بالنسبة لك ابيض. لا، ده في اوف وايت وفي بيرل وسن الفيل وعاجي، والاحمر مش عارف فيه بينك وفي مش عارف ايه. احنا كرجالة كل الالوان بتتلخص بالنسبه لنا في اربع خمس تلوان كده. يعني تعاملوا معانا احنا كرجاله، احنا عاملين زي البرينتر كده، بتشوف اربع تلوان بس. لا، ابو البنات لازم يعود نفسه ان في فروقات ومسميات والوان، مش اي حد ياخد باله منها. طبعا ابو البنات لازم يبقى مجامل الى اقصى درجة. حياتك بتتحول الى مجاملات. احنا النهاردة هناكل فرنش اومليت، هناكل سبانيش اومليت. لازم تبقى مجامل في الاكل، مجامل في اللبس، مجامل في تسريحة الشعر، مجامل في كل حاجة. لان دلوقتي انت عندك مراتك وبناتك، فلازم تبقى وزير الدولة للمجاملة. هتجامل على اكله، هتجامل على لبسه، هتجامل على شربه، هتجامل على عصيره، هتجامل على كيكة ما يعلم بها الا ربنا، هتجامل على بسبوسة ملهاش اي علاقة بالبسبوسة، بس كله هيبقى على قلبك زي العسل. ابو البنات هو ملك المجاملة في البيت. ابو البنات متعود انه يشيل الفيشة بتاعت دماغه ويسلم ودانه لغيره، لانك هتاخد زن ورغي مضاعف. مراتك وبناتك زن 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 زن. هتلاقي اخر النهار المدام جايه تحكي لك عن تفاصيل يومها، وبناتك كل واحده فيهم جايه تحكي لك على تفاصيل يومها. لو ركزت نافوخك ده هينفجر. فابو البنات لان الزن عنده مضاعف من الام والبنات، بيشيل الفيشه ويسلم ودانه ويعيش في اللالا لاند. ولازم يستحمل الرغي والزن ده كله، وخصوصا في الطلبات، لان ابو البنات الطلبات مضاعفه عنده. اخر حاجة بيتعود عليها ابو البنات ان يبقى باله طويل، لان مفيش اكتر من خناقات الستات. فمراتك والبنات هيقعدوا يتخانقوا على طول، وهيجوا يشرحوا لك على اساس ان انت المحكم الدولي اللي هتفصل ما بينهم. فكل واحدة هتقعد ترغي 3 ايام، ولازم تسمع كلامها للاخر، والا هتبقى مش محايد وتلبس اسود يا معلم. ولازم تعود نفسك ان اصعب حاجة في الدنيا انك تقنع واحدة ست انها غلطانة. فما بالك باتنين او 3 ستات بيتخانقوا مع بعض، كل واحدة مقتنعة انها صح وهما ال3 غلط اصلا. فابو البنات باله طويل وبيسمع كتير، خناقات كتير. معلش طولت عليكم في الفيديو ده، بس هو البنات تستاهل الصراحة. احلى حاجة في الدنيا البنات، والبنات فعلا سكر شربات. واللي خلف البنات هو اللي حس بالحنية فعلا. يا رب يا رب يا رب يرزق كل الناس بالخلفة، وخصوصا البنات، ويبارك في ولاد الناس كلها يا رب. ويا رب كلنا دايما نعيش في سعادة وصباح السعادة.